ذكر وموعظة ونور فيه شفاء. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. قال الله عز وجل: وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف، ذلك يوعظ به من كان منكم يؤمن بالله واليوم الآخر، ذلكم أزكى لكم وأطهر، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. آياتنا أيها الأحبة وآيات الله بقولي الله سلطانات سورة البقرة. الله سبحانه وتعالى وحين عدين أحكام تكون تعلق دفرين. وإذا طلقتم النساء هوينك هدية فرتان فبلغن أي قالان أجلهن مددودي فلا تعضلوهن هكحن بنا أن ينكحن أزواجهن الرقود إلى قرصدان إذا تراضوا بينهم بالمعروف هديسي ونكسن سيرا للنقدان وإيقوا يسفهمان إذنكو عقبتها كن غننا ذلك يوعد به أرنكاس إله جل جلاله وحكواننا يا من كان منكم يؤمن بالله واليوم الآخر أحد كيدين كميدا والله رميسن جل جلاله جمال قيامه. سببت أيها الأحبة الإيمان بالله واليوم الآخر أي قفك كوكلفية وحيابا بدن ونفتي سوى جعشها إنه كتنازله. ذلكم أزكى لكم أرنكا يسقى يايدين وناكسن أو أطهر قلوبتنا وحوي قلبي يدينا وطاهر بدن. سببت وحوي أيها الأحبة قيسك وحوي إن لا يسكو عديو ولا يسكو ماموسو ووليبا لا يسكو دسو وارهن وحوي مطلب شرعي وي ولو باهي دادك مؤمنين تايني كشقيان. ولهذا والله يعلم وأنتم لا تعلموا بإلهين. والله يعلم إلهي بمصالح دينا قرانية مصالح دي هوري لصور عفية تصوص عتيه مدى لجوغبا إلهي باقرانية جل جلاله وأنتم لا تعلمون. إذن كنا وحوي قران ميسان. إذن أيها الأحبة علماء وحي لهذا سيد إمام الطبري يا صاحب در المنثور يا إمام البخاري رحمة الله عليهم جميعا يا بيهقي يا إمام واحد أسباب نزول كآيات وحي هيد بيدادين وكسو دقتي معقل ابن يسار رضي الله عنه كبد ولا شيء سنن سيوكم مع موصي كبد بو صفرين عدد مركي كبح لي كبد أي هدنا يسفهمه مركي يسفهمين بودي دو يدورد لقتك. ولهذا وحوي أنت يضع آياتنا كسو دقتي أيها الأحبة إلهي جل جلاله الله يا أولياء الأمور وأولياء فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف، ذلك يوعد به من كان منكم يؤمن بالله واليوم الآخر، ذلكم أزكى لكم وأطهر، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. معقل بن يسار صحابي بوها رضوان الله عليه فهمها يا معاني القرآن الكريم الإيمان بالله واليوم الآخر نقلبي سعاديات وقوية كالا يبويله قبدي أيو سيدا وحوي ونكاحي. إذن أيها الأحبة وحنو كقاطنينا سمعنا يواطانا وإن كوينا توي لابتين قلبي كينا. ولهذا وحضر كيسا ظلم ما أنت وحو قاري قبد با وحوي ننكي دي منيا أما ننكي با وحوي فريا مركزا وحضر كيسا إلا ليه قبدن أنا حول بدن بانك بحني سننا وحوي غيرك وقبح ميسو أما ودمالينا أما هبل باقور سنة يهديك لها لسوع لي حوليه لغا قاطي عودان وحيابها سوى ظلم عوي وحن كلو يدنا كقادنينا وحن مهير حدك اللي يدهدي بطي وحوي مال بدن يا قبل بدن ومؤمنات الله السري يدنا شريعة إسلامكم مبنانا أيها الأحبة. وحنا كقادنا قولك إله جل جلاله فلا تعضلوهن ينكحن أزواجهن معناها وحويه وحلو السعودية إلهي لخطابها يا رقي قبل مسؤولك كاهي شلي بحيي أي حدنا الذي قبلها حنمنا ما دام زوج كذا يسفهمين قبل وحوي سيد عيونين كذا أو شوفوا ذي يا لي. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام سرد المهر حدك اللي يدهده ما أنت أبها يا ووغا يا ولالك لغا قرنايو
قبل إنه إسكي استعمال عيو لا نكاح إلا بولي النبي عليه الصلاة والسلام نكاح وحوي ما صح ولي لعن أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل فنكاحها باطل. ومن عائشة رضي الله عنها النبي عليه الصلاة والسلام نوريس ناكست أما قبل كسته ووحوي ولي لأن لمهريو عد كستبه مهري أيها الأحبة وحوي نكاح باطل ويان فإن دخل بها فلها المهر بما استحل من فرجها فإن اشتجروا فالسلطان ولي من لا ولي له وحويان gabadhaas waxa weeye nikaxna way ku leedahay ninkaas u galmooday sababtu waxa weeye bima istaxalla min farjiha farjigeeda u xalaaleystay waxa weeye u tagay jamaacay ay meherka waxa weeye ay ku qaadanaysaa laakiin nikaxaasi waa baatil weeyay nabiga kaleey salaatu wasalaam inoo sheegay gabadhi reerkooda isku qabtaan oo shakhsiga ma la siinaya mise lama siinaayo iyadoo waliba shakhsiga isaga uu yahay shakhsi kuf gabadhu waa diin iyo akhlaaqba fa sultaanu waliy man la waliy lahu waxa soo dhaxgalay marka sultaanka soo dhaxgalay iyo maamulaha soo dhaxgalay ولهذا أيها الأحبة مسألة ينلو ديما لأهن وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم بالله إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله والله واسع عليم يغنيهم الله من فضله والله واسع عليم بالله إليه وهو رياء أمور كبا عمر لسيني ولا لا يقوريا عرورتي إني قبله إني دومدي إنا عن حاسسك لهين أقوريا إلهي لي جل جلاله ولهذا وحل وسوق بجبين يا أيها الأحبة يضع مسألة مهم جدا ولو بهن يحي إنه لمانتين وذوق عنه والله يعلم وأنتم لا تعلمون الله جل جلاله وحول بسرع كرنية علمك أنه كوبيه يا أيها الأحبة ولهذا وحل ينقدوني إنه قان سنة أوامرت الله جل جلاله وإلهي أين سدي من اللي نقدوني سيانو نقول أيها الأحبة كولي بان آخرية الدنيا ولهذا القرآن الكريم كان بدن كوار كيسا إن الله جل جلاله وليه والله يعلم وأنتم لا تعلمون وريدنكم وحباب ما أوجدينه أنك وحول بأوجه وحد يليسان مارت أمرك أنك لو قدم بي ذلكم أزكى لكم وأطهر والله يعلم وأنتم لا تعلمون وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون فلما تحاجون فيما ليس لكم به علم وأقول هذه يهود هذه اسكتوا دي سويا والله يعلم وأنتم لا تعلمون بل إلهي جل جلاله وحوليه فإذا أمنتم فاذكروا الله كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون بل إلهي سجين بري وحنا نقول لحين ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون إذا وحل نقدون إياه إلهي جل جلاله علمي واسع علمي إنه كومي أيها الأحبة إن إلهي جل جلاله وحو إن أمر إنه قادنه وحو نقربنا إنه كتغنه في كل مسألة هذين نقطة عبادات كين هذين نقطة أخلاقيات كين هذين نقطة السلوك كين هذين نقطة سياسة ديننا هذين نقطة أيها الأحبة لغن كين نقول هذين نقطة علم قولنا إلهي بوسمنا علم هو محدود ولهذا علم إلهي ومرتيسة يا وحل نقدوني يا هدي النبي عليه الصلاة والسلام من أنقاذنه سيانو اللي بأن آخر إيا الدنيا مسألة مركة طلاق إيا معاملات إيا أخلاق إيا سياسة يا وحويان حرار كودان وحول بشرعك إلهي جل جلاله هو يقدم بيانوي وهو قال سمان سيانو دوما ونقنو الله الرميس سبحانه وتعالى سيانو نقنو كولي بانه الدنيا آخر باكتفي بهذا القدر صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والفرقان إليه تنصت الأكوان وفيه تعطر الآذان والقرآن ضياء يملأ الآفاق ونور يبعث الأشواق وفيه محاسن الأخلاق